انا طالع اتكلم وعارف ان الفيديو دي هيتمسح بنسبة 90%، بس انا هحاول على قد ما اقدر اتكلم بصورة غير مباشرة. تمام؟ عشان لو اتكلمت بصورة مباشرة انتوا عارفين هيحصل ايه الفيديو، هيحصل ايه للصفحة اللي هتنزل عليها الفيديو. انا عارف الموضوع اللي هتكلم فيه ملوش علاقة بالمحتوى بتاعي، بس انا لازم اطلع واتكلم عنه. انا هحاول اعرض لكم صور توضح الموقف اللي عايشين فيه اخواتنا في فلسطين. تمام؟ اخواتنا في فلسطين عايشين حياة صعبة قوي. تمام؟ وهم مش بيعملوا حاجة، هم بيطالبوا حقوقهم، الارض ارضهم، البلد بلدهم. المشكلة ان الهجوم على المدنيين والاطفال، والمدنيين والاطفال ما لهمش ذنب. تمام؟ لو الهجوم على العسكريين احنا ما نزعلش، ولكن الهجوم على الاطفال والمدنيين وكبار السن. وانا كطالب جامعي الجامعة بتاعتي عملت حاجة كويسة قوي النهاردة، عاملة وقف اسبوع للتبرع بالدم لاخواتنا في فلسطين. هحط لكم كذا طريقة تقدروا تتبرعوا بيها لاخواتنا في فلسطين. حاول تتبرع لو بأي حاجة، حتى لو بجنيه واحدة، المهم انك تتبرع وتحاول تساعدهم. انا طبعا شاب والحماس واخدني واقول لكم افتحوا الحدود واعمل واسوي، بس المشكلة الحرب اللي احنا فيها دي حرب اعلام. اي حاجة بنحاول نساعدوا فيها اخواتنا في فلسطين الغرب بيمنحها ومش بشاهدها، وتقريبا بتتمسح بنسبة 90%، والصفحة اللي بتتنشر عليها الحاجات دي بتتقفل. لو الفيديو اتمسح انا هبدأ تصوير في المحتوى بتاعي، وهنزل لقطات غير مباشرة وسط الفيديو اللي انا هصوره. انا اول مرة اطلبها منكم، بس دي اكتر وقت انا محتاج فيه انكم تعملوا شير للفيديو دي.